السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قناة حمادة آدم عايش الغية المصرية. بمسي وبصبح عليكم أحلى مسا على كل مشتركين حمادة آدم. النهاردة فيديو زيادات من عند سلاكة أبو يوسف والحاج أحمد. الأسس كلها شغالة. معاكم أبو يوسف هيقول لك التفاصيل بتاعتهم. حمام كله منتج وحمام في ذوق وجاي في القريب، يعني مفيش ذبح. أبو يوسف بيراضي الناس كلها وما بيمشيش حد زعلان، فيقلب لك الحمام كده واحدة واحدة مع ابو يوسف. معانا اخونا الكبير ابو يوسف. حبيبي ابو يوسف ابو بندق، اهلا وسهلا بيكم يا رجاله، وتحت امركم في اي حاجه تحتاجوها. محدش يشيل هم حاجه، ان شاء الله الدنيا تبقى بسيطه باذن الله. ورينا بقى الكام قص اللي عندك كده ابو يوسف، وقول لنا ده اللي شغال. هو في حمام بسم الله ما شاء الله تحتيه حصى. بص يا حبيبي، احنا على كده بندق عندنا حوالي 5 أسوس، شغالين ومنتجين بالضمان ان شاء الله، وهتلاقي الحمام كله تحتيه الحصى بتاعه. حتى انا ما بحضرش الحصى بتاع الحمام ده، وسايبهم هم يقوموا الزغاليل. دول كده اول قص. هات ابو يوسف كده ويطلعهم لنا. بصوا يا جدعان، يعني ابو يوسف هيقلب لكم قص اللي حابب اي حاجه، مثلا يقول له القص الاولاني القص الثاني الكلام خد ده. يا حماده حاجتك. ده بسم الله ما شاء الله. دي انتهى يا جدعان. عينيها كويسه اهي. هي برضو من تحت عشان ايه يبقى ايه كل حاجه على الطبيعه. دي انتهى. ده الدكر بتاعها. دول كده اول قص معانا. تحتهم الحصى بتاعه. هات كده يا بندق. حصى تسويتهم بسم الله ما شاء الله ومعمرانين اهو. بس ابو يوسف سايبهم ولا بيحضن لهم ولا بيعمل. هو القص الثاني البكر. دول القص التانيين اهم يا جدعان. بص عشان الحمام يبقى على الطبيعه اهو. فرد الحمام اهو. مقفول شويه، ده مقفول شويه بس واخد نتاية. بس يعني برضه اللعبه بتاعتها احنا بنديله نتاية برضه ايه، تفتح الذكر. نتاية نضيفه اهي. دي النتاية يا جدعان. برضه فيها ريشتين في ديلها زور اهو. برضه القص دول تحتهم حصاتهم كده بندق. القص الثالث ده الذكر. بسم الله ما شاء الله. ده ذكر ده يا جدعان. الحمام ده لسه صغير في السن يا جدعان. ده اول شغل. اول شغل الحمام ده. اول شغله، والحصى بتاعه بسم الله ما شاء الله كله معمر، واحنا في صيف وفي قلش. دمها خفيف برضه. تحتهم حصتين وزغلولهم. عايزين كده برضه. الزغلول ده اول ده شغل اول ليه. شغل وادي حصوتين تاني شغل برضه عمالين بفضل الله. هما اللي زقين الزغلول وموقفين. ده الذكر. الحمام ده برضه يا جدعان ما بيزقش لدرجة يعني ان هو يزق. لا يعني هو بس التلبين بنجرب الدنيا. التلبين بتاعه بيبقى بسم الله ما شاء الله. يعني او الحمام الغزار ده تاخد منه تلبين كويس. ده الذكر ده. وادي النتاية. دي قصوص يا جدعان. كل قصة هيطلع مع بعضه. مفيش نتي لوحديها. عايز دكورة لوحديها مفيش مشاكل. والقص الخامس ده كده اخر قص. للشغلانة. اما دي بقى قلش اهي. الله ينور يا ابو يوسف. حبيبي ربنا يكرمك. ده الدكرة برضو. الحمام دماغه ميتة اهو. الحمام لسه ايه بس الصمة.
ده كده اخر حاجه في القش بنادق، 5 اسس قش بنادق ان شاء الله. ودي ايه ذكر على فحم. اتربل على فحم اهو يا جدعان، زلطاية اهو. دي عليها الصمه لسه اول شغل ان شاء الله. النتاية بتاعته اهي. لسه ما اشتغلتش ده لسه ما ابويا، اشتغلش عليها الصمه لسه. صمتها بتنشف يعني. عمون برضه منتج وصغير في السن ده. عندك قص خضره مطلقه محلات. قص خضره دول اول شغل. دول اول شغلهم اهو. ده الدكر ده. ادي النتاية بتاعته اهي. كده الصعبات دول شغالين. ده تاني موسم ليهم ده. عندهم الكبار دول تاني موسم ليهم دول يا جدعان. ده الدكر ده اهو، صابوني اهو. دي النتاية. ده برضه قشر السمك والفونيار بتاعها كويس اهو. دي القص اهو يا جدعان، حاسين والحصى بتاعهم. بأي حاجة تانية يا أبو يوسف؟ كده الحمد لله بفضل الله الموجود. طب يوسف بقى، واي حد يحتاج حاجه احنا تحت امر الناس كلها، ومحدش يشغل باله بحاجه ان شاء الله تبقى الامور برضه سهله باذن الله. نسيب بقى رقم التليفون يا ابو يوسف للتواصل كده معاك عشان الناس برضه تعرف ماشي مواعيدك ودنيتك. احنا 011 212 378 86 011 212 378 86 مكاننا في العمرانيه، واي حد يجي ينورنا ويشوف اللي هو عاوزه، واحنا تحت امر الناس كلها. حبيبي يا ابو يوسف، نورت القناه. تنورنا. الفيديو بتاعنا ده يا جدعان هكتب لك رقم التليفون بتاع ابو يوسف للتواصل. حد عايز يتواصل معاه مفيش مشاكل، اجيبه لغايه البيت لان ده مكاننا. طبعا كده كده ده مكاننا التاني. طبعا. ماشي، نورت الدنيا يا ابو يوسف. حبيبي يا حماد. واحلى فرجه على اللي انت فرجتها لنا ده يا جدعان. وبرده ان شاء الله في فيديو على قناه كوتو، زيادات زغاليل شبابات، اي حد حابب اي حاجه ناقصاه في الكوره، في اي حاجه في الزيادات في الحمام متاحه، اتصل على ابو يوسف موجود عنده، مش هيتاخر عندك في اي حاجه. لو عجبك الفيديو دعمنا باللايك، لو في اي حاجه اكتب لنا في كومنت، وما تنساش تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد.